بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بجد أكتر منظر بيفرحني هو المنظر ده. يعني بعد بقى تعب مع البطة عندك بقى، وبتأكلي وبتصرفي طول فترة ما هي بتبيض، وتأسسي البطة نفسها من عمر يوم. ده أول وش البطة شمرت يا جماعة، ده أول وش البطة شمرت. خلاص البطة دي الحمد لله الحمد لله كده اعتمدتها عندي خلاص. علشان بس ايه الناس تبقى عارفة امتى البطة تعتمديها عندك، وامتى تقولي لا مش نافعة في الركود. طالما ما طلعتش البيض اللي تحت منها دي خلاص مش نافعة. خسرت البيض، لو مثلا باظ منها بطين ثلاثة مش مشكلة، بس طلعت لك عدد دي برضو كويسة، وكانت أول تجربة. والمهم ان هي طلعت عندك شوية. انما مثلا كانت لا قدر الله بتاكل البيض، او بتكسر البيض، او بتسيب الجنين خافت منه لما جه ينقر وقامت وجرت وسابته، لا دي خلاص هتستغني عنها. لان زي ما قلت لحضراتكم كل بطه ما بتكونش زي التانية، هو ده اختيارنا دايما للبط، يعني هي دي الطريقه اللي احنا بنختار بيها البط.